تعال اقول لك ازاي نجمع البيانات في الباور كويري بطريقة الصفوف المتتالية. يلا بينا. طيب عشان تفهم الفكرة اللي احنا عايزين نعملها، ان احنا عايزين نجمع البيانات المتتالية ورا بعض في الباور كويري. يعني ايه؟ يعني في المثال اللي عندك ده احنا عندنا جدول بالمنتخبات اللي كسبت كاس العالم، وزي ما انت شايف ان احنا عندنا اوروجواي مثلا كسبت كاس العالم اول مره، بعد كده عندنا ايطاليا كسبت مرتين ورا بعض اهو. انا بقى عايز اعمل تجميعه، ان مثلا ايطاليا اللي كسبت مرتين ورا بعض دول اهم يحطوا لي في سطر واحد ويكتب لي قصاد اتنين، مثلا بعد كده اوروجواي مره واحده، المانيا مره واحده، ادي البرازيل هي مرتين، عشان اعرف في كام دوله مثلا او كام منتخب كسب كاس العالم ورا بعض. طيب الموضوع بمنتهى البساطه، اللي انا هعمل جروب عادي خالص، هعلم كده على العمود بتاعي اللي فيه البيانات اللي انا عايز اعمل لها جروب، او هنروحوا على قائمه هوم، ومن هوم هدوس على جروب باي من غير ما تشاور على اي حاجه، ده كده كده الباور كويري يعني. وزي ما انت شايف الباور كويري هيطلع لك الصندوق ده، هيقول لك فين العمود اللي انت عايز تعمل تجميع. انا هقول له المنتخب او البطل على حسب يعني اسمه عندك. هيقول لك عايز تسمي العمود ايه، هقول له عدد الفوز مثلا، انا هقول له عدد الفوز المتتالي اهو زي ما انت شايف. هقول له طبعا عد لي الصفوف اهو زي ما انت شايف عادي خالص، وهدوس اوكي. طبعا هو هنا جمع لي البيانات كلها، ما جمعليش الصفوف المتتاليه. طب انا عايز اقول له الصفوف المتتاليه بقى، هعمل ايه؟ هبدا افتح الكود بتاع الباور كويري اللي فوق ده، وهخش على التيبل دوت جروب. طبعا التيبل دوت جروب ده فيه اوبشن او فيه خيار سري مش كل الناس تعرفه ايه هو، ان انا هاجي كده في الاخر وهعمل كده فاصله اهو، ظهر لي حاجه اسمها جروب كايند زي ما انت شايف اهو معايا، حاجه اسمها ايه؟ جروب كايند. الجروب كايند دي يعني نوع التلخيص اللي انت عايزه. عندنا 3 انواع. حلو. طيب النوع الاولاني اللي هو الجلوبال اللي احنا استخدمناه اهو، زي ما انت شايف انا كتبت جروب اهو، كتبت اول 3 حروف بس، والباور كويري طبعا بيظهر الباقي وبيكمل معاك اهو. زي ما انت شايف الجروب كايند اهو ظهر لي جلوبال، دي الطريقه الافتراضيه او الوضع الافتراضي اللي احنا استخدمناه. عندنا لوكال وده اللي احنا هنستخدمه، اللي هو بيجمع لك الصفوف اللي شبه بعض وتكون جايه ورا بعض. حلو. طبعا طيب دي قصه تانية مش هنتكلم عنها في الفيديو ده، خلينا في اللي احنا هنتكلم عنه، ان هو اللوكال اهو. هدوس عليه اهو، ده هيجمع لك الصفوف بس بشرط تكون جايه ورا بعض، وهدوس طبعا على علامه الصح دي اهي عشان يشتغل اهو. زي ما انت شايف اهو جمع لي اهو الدول اللي كسبت كاس العالم ورا بعض. طبعا اوروجواي ما كسبتش ورا بعض، اول مره كسبت لوحدها، بعد كده ايطاليا كسبت تاني مره وثالث مره كاس العالم، فحط لي قصادها مرتين اهو، الدوله دي كسبت كاس العالم مرتين ورا بعض. وعندنا البرازيل اهي كسبت كاس العالم مرتين ورا بعض، والباقي وحايد اهو زي ما انت شايف. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.